السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الرجاله المدعوكه في المراجعات النهائيه والمدرسين دايسين على وشهم. الله يعينكم يا رب يا رجاله ويوفقكم يا رب ويفرح اهاليكم يا رب يا رب. دكتور احمد عامر معانا، الدكتوراه الثانيه على الجمهوريه من حي العاشر، يعني افضل الناس اللي لهم ادبا وخلقا يعني. ربنا يرزقنا الصحبه الصالحه، يعني كان هو من اوائل الناس اللي شفناهم في الكليه يعني. هو ان شاء الله برضه زي ما اتكلم في فيديو التوحيد، هو ان شاء الله برضه اللي هيتكلم النهارده في فيديو الفقه والميراث. يعني بحاول اجيب لكم الناس اللي هي تديكم ملخص من الاخر، ما تتعبش نفسكم في كلام كتير او تسمع ناس كتير وتشتت نفسك. يعني هو الدكتور ان شاء الله دلوقتي هيقول لكم على كل حاجه ان شاء الله في الفقه. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا حضرتك مقفل فقه ومقفل جايب 210 في الشرح صح؟ 210 الحمد لله. وانا برضه 210 شرح. المهم الفقه لازم كل درس فيه تعريفات اللي في اوله دي لازم مهمه. يعني انا بكلم ناس عايزه تقفل وناس عايزه الملخص بتاعها ان هي عايزه تعدي، عايزه تنجح، عايزه تجيب حتى مجموع كويس. فانت لازم في كل درس، لازم في كل حاجه لازم حاجات مهمه في كل درس. دلوقتي موجه للناس اللي عايزه تقفل ولا للناس اللي عايزه تعدي؟ بالظبط الاثنين، عشان هما يعني نتكلم في البيزك دلوقتي وبعد كده هنقول اللي هي الحاجات بقى الايه الهاي ليفل بتاعت الناس اللي عايزه تقفل. بالظبط التريكات دي هنقولها في الاخر. المهم دلوقتي عندك في كل درس لازم حاجات اساسيه ما تكونش ضايعه منك. فلو انت لسه بادئ فقه امبارح، فمحدش بيبقى لسه بادئ فقه امبارح، بس بنقول مجازا يعني. فلازم التعريفات في اول كل درس لازم تكون متمكن منها جدا جدا. طب الاحكام مش هقول لك احفظها، انت تكون فاهمها بمعناها. في حاجات في تعليلات دي لازم تركز عليها، المستشار بيحبها. في تعليلات تبقى غريبه، ادله تبقى غريبه، دي المستشار برضه بيحبها بيركز معاها. وهكذا كواحد عايز لسه بادئ، لسه عايز الدنيا تظبط معاه، اللي عايز يجيب مجموع، عايز ينجح، فالدنيا دي كلها تظبط معاه. طب انا اعمل ايه؟ انا مسكت الدرس اشوف التعريفات اللي فيه المهمه، الاحكام اللي فيها تعليلات وكده احاول احفظها وافهمها. بعد كده ابدا، اصل انت معاك 45 يوم تبدا بقى تحل شويه من البوكليتات، كتب مراجعه نهائيه. فبالحل الكتير هتثبت حاجات انت ما ثبتهاش، هتعرف يعني مثلا حوالي هقول لك من 60 70 ممكن 80% كمان. لو الامتحان جاي حلو تقفل الامتحان ده انت لو لسه بادئ فقه. طب انا دلوقتي بكلم واحد بادئ فقه والدنيا معاه زي الفل وبيراجع دلوقتي بس خايف. لا ما تخافش ولا تقلق. هو الفقه ممكن يجي هتبقى اصعب ماده هتقابلك في شرع الفقه. الامتحان هيجي مش سهل قوي او هيجي تقيل، مش هيبقى سهل. برضه لازم كمستشار افلتر الناس برضه. معلش مش كل الناس تبقى زي بعضها. اكيد طبعا لازم افلتر الناس، اعرف مين ذاكر كويس، مين ذاكر بضمير، مين عك، مين 10% في الامتحان لازم يكون مميز. حتى فعلا يعني لازم ممكن تكون 10% او ممكن اعلى. احنا كنا 6 درجات علماء عندنا وده عمرها ما حصلت في الامتحان. فكتجربه لينا احنا بقى عشان احنا 2024 كان في مفاجآت كده في الامتحان كتير. الناس كانت معتمده ان انا احل امتحانات السنين اللي فاتت وخلاص، والاسئله فعلا كانت بتتكرر. يعني 2023 2022 كده لقيت الاسئله عماله تتكرر كتير. فالناس بس اللي هي سستمت دماغها خلاص السؤال ده هو اللي جاي لي بكره، خلاص انا ده انا هقفل بكره الامتحان. طب ايه اللي حصل في الامتحان؟ الامتحان ما جاش كده خالص، ولا جه زي ما بيقولوا بصمجه، ما جاش خالص كده. فالمستشار لعب على كل كلمه في المنهج. كان يعني لو انت تفتكر كان احكام او كان علماء اللي كانت ساب الحكم كله راح مسك في كلمه جابها في اختر يكره ولم يكره ويصح. فمسك في الحاجات دي، مسك في اسماء العملاء، كانت حاجه موجوده في الهامش بتاع الكتاب بالظبط. مسك في اسم عالم، في اسم ايه. فلازم انت كعايز واحد تقفل وعايز ان شاء الله ترتب، فلازم تركز مع الحاجات دي كلها كويس جدا جدا. تكون حافظ كتاب من الجلده للجلده بالظبط، ومركز معاه في كل جزئيه. حتى يعني ممكن ما تحلش امتحانات شوامل كتير وامتحانات كتير، بس تكون مركز مع كل كلمه من اول درس لغايه درس. الفقه تقيل شويه ومليان شويه، بس هيجي بالتكرار وانت لسه معاك 45 يوم. يعني ال 15 يوم دول قسمهم 3 15. عندك 15 يوم لسه اكنك لسه لسه اول مره مع الماده، فاللي هو ممكن يبقى اول مره معاك في الماده تجيبها صعبه شويه. بس هتقسم مع 15 يوم الماده كلها. وبعدين تحل، عايز مثلا وانت مثلا مقسم 5 دروس مثلا عايز تحل عليهم وتحل شامل من ورا زي الفل، عايز تخلصهم الاول كلهم وبعدين تحل زي الفل. ده اول 15 يوم. تاني 15 يوم هتراجع برضو على الماده كلها تاني، هتبقى اسهل من الماده الاولانيه وهتحل برضو شوامل. عندك شوامل كتير، هتلاقي شوامل كتير بالهبل. طبعا مالناش دعوه، مفيش حاجه اسمها علمي ده علمي، احنا بنحل علمي ادبي وتجريبي وكل حاجه. الاسئله اللي تلاقيها في الادبي غريبه، اسئله قويه برضو.
الادبي اوقات بيجي امتحانات حلوه برضه. فده تاني 15 يوم. تالت 15 يوم دول اللي هم هيبقى بتفنش كل حاجه، اللي هو خلاص انا داخل الامتحان، فهتلاقي الفقه معاك اللي هو هتلاقي انا حافظ المكان الحكم ده، التعليله دي النقطه فين وهكذا. تحس ان انت بتقلب الدماغ الكتاب كده في دماغك كده، ما شاء الله، من كتر الحل ومن كتر التكرار. يعني الناس بتشتكي من الحفظ، لا ما تشتكيش، انت قرر، انت فاهم زي الفل، قرر بقى كتير وحل كتير، الحفظ معاك هيبقى زي الدنيا. طبعا يا دكتور ما فيش اي مشكله ان انا اكون بحل بنوك اسئله وفي سؤال نسيته افتح الكتاب ابص عليه عادي جدا، او في سؤال جديد صيغته مختلفه مش موجود في امتحان سابق، او كاتبه في السؤال او في نقطه الشرح اللي انا بذاكر بيها. انت لما تعمل كده لازم وممكن الحاجات دي بتلاقيها في امتحان اخر السنه عن تجربه برضه. يعني تقف في الحاجه تلاقي الحاجه دي جات لك في اخر السنه، تقف في حاجه كده انت مش فاهمها وتعوز تفهمها. يعني ربنا اوقات بيلهم الواحد ان الحاجه دي ممكن اول مره انت تشوفها، اول مره ما تشوفش عليها اسئله بس انت مش فاهمها كويس، تلاقي فيها امتحان اخر السنه بجد. فلازم تكون مركز مع كل حاجه، ما فيش حاجه انا هلغي دي من دماغي ولا دي ما بتجيش، لا كله بيجي، كل كلمه بتيجي. برضه لازم تكون مركز مع كل ده، لازم يركزوا عليها كويس جدا صح؟ كل حاجه. وفي حاجه مهمه كانت جات لنا اول مره في سنتنا، الجداول. بدا يجيب جداول المقارنات، كان جايب الأضحية والعقيقة. حرفيا انت كنت بتسمع الأضحية والعقيقة، حرفيا كانت اصلا ما كانش فيه، كانت هي جمله واحده هنا وجمله واحده هنا، وهو كان عايز المقارنه دي في جمله. يعني كان حاطط خانات اللي هو عايز كلمه 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 بالظبط. والمقارنات اكيد الميراث كده يعتبر كده الزتونه في الفقه. طب الميراث عامل فيه ايه؟ الميراث عندك 5 درجات سؤال ميراث، بيبقى جاي جدول، والجدول التاني تختار مساله منهم، تبقى سهله، تبقى من الاسئله المحلوله. يعني انت ممكن تحل اسئله اصعب منها. طب حل كتير اسئله كتير، والاسئله كتاب المعهد اللي هي المحلوله كده انت ضمنت 5 درجات دول. طب في 5 درجات نظر، كان جاي لنا درجتين تقريبا منهم اكمل، والاكمل ده هو اللي عايز يرخم فيها يرخم، مش عارف تحلهم. بس هو الحمد لله يعني بيجيبهم المواضيع المشهوره اللي هي المواضيع المشهوره واللي هي القواعد اللي هي بين السطور. بالظبط، فما بيرخمش فيهم. والسؤال الاخير بيبقى على حسب، كان تقريبا جاي لنا اصحاب الفروض او اصحاب الفروض والحاجات دي، او اللي هي دليل تعليل الحاجات دي. يبقى نوعا ما الميراث بيبقى مضمون في الامتحان، 10 درجات مضمونين في الامتحان. بس ده ما يغنكش انك ما تذاكروش، لا لازم تذاكره كويس زي الفقه، لازم تقف مع كل كلمه برضه، كل كلمه تتوقع ان انا هتسأل فيها لازم، وكل كلمه ما ينفعش. يعني مثلا كلمه لا يجوز مش هي يصح او لا يصح هي يحرم، والكلام ده لازم تركز مع الحاجات دي اللي بتوقع. ده انا عايز اقفل، هو هيلعب معاك على الحاجات دي، والاحكام اللي عليها ده لازم تركز عليها كويس جدا، والكلام ده كله، والتعليلات والحاجات دي كلها. طب يا دكتور ابراهيم، في كذا درس ورا في الميراث، الوصيه الواجبه واللي هي الشركه والحاجات دي كده، كميراث كاسئله. انا الصراحه عن نفسي انا كنت مذاكرهم احتياطي، يعني انا قراتهم وحفظت اللي هي التعريفات والاحكام وخلاص، والتعديلات اللي هي وبعض العلماء. غير كده ما حفظتش الصراحه، لان انا يعني حليت كتير جدا، ما فيش وصيه واجبه ولا اي حاجه. هو اطمن مش هيجي منها كمسائل، المسائل هتيجي بالظبط يعني كميراث التعداد، كميراث التعداد عادي. طب انا اللي هو اطمن نفسي ازاي او اعمل فيهم ايه؟ انت مثلا كتعريف، يعني لو خد العناوين من بره كتعريف، ولو في دليل ولا حاجه اللي هم اقراهم مرتين 3 كده، عشان لو سمح الله لو غدر ولا حاجه تعرف يبقى حاجه تكتبها. ومعايا ما فيش حد، بس ان شاء الله ربنا ما يحطش الامتحان خفيف، يعني ان شاء الله يجي حلو. لا مش هيجي خفيف، الامتحان هيجي الامتحان هيجي تقيل، ومش اي حد يعرف يقفله. بس طالما انت مركز مع كل كلمه وحليت كتير ان شاء الله خير، وربنا في الاخر ده مكتوب لك اللي هيحصل لك. فاستعين بالدعاء، واكيد انت قريب من ربنا. صح، لازم طبعا قريب من ربنا عشان يدعم معاك اللي فيها دي. توفيق ربنا في الاول وفي الاخر هتلاقي نفسك بتحل لوحدك كده في الامتحان ان شاء الله. ان شاء الله. وحاجه حلوه ان هو الفقه ما بقاش في الاول تقريبا. لا الفقه ما بقاش في الاول، بقى تاني يوم تقريبا. ده خفف الضغط عنكم شويه، الامتحان كان بيجي تقيل شويه. تاخد الصدمه اول يوم، كنتوا هتبداوا قران وحديث، هتبداوا قران وحديث لزاز هيدوكوا دفعه قويه باقي الامتحانات ان شاء الله. هو يا شباب اول اسبوع، لو اول اسبوع عدى على خير كله ان شاء الله يعدي على خير. يبقى كده خلاص اللي الدكتور احمد عامر قاله ان في كل درس فقه في تعريفات، ادله، احكام، فروض، اركان، الحاجات البيزك دي تتحفظ صم. بعد كده عندي احكام بيبقى ليها تعليلات، او احكام ليها ادله تتحفظ كويس جدا. خلصت الدرس صميته، طب العلماء اللي قابلينها كويس تخلي بالك منها كويس، ما تكنسلهاش، لان دي حرفيا بقول لك 6 درجات السنه اللي فاتت. انت عارف 6 درجات يعني 1% مؤمن. تمام. خلصت الدرس، والله في بنوك اسئله، عندك وقت اتفضل حل، مش عندك وقت حاول تنجز نفسك في المراجعه وتخش على الشغل. طب الافضل يا دكتور نحل بنوك اسئله وما نحلش؟
ما انا قلت لك اول انت فاضل لك 45 يوم، انا بكلم واحد هيبدا دلوقتي، تمام. هيبدا امبارح مش دلوقتي كمان. دلوقتي انت عندك لسه بتراجع في الاول خالص والدنيا مش معاك مش لذيذه، حل بنوك الاسئله دلوقتي اول 15 يوم. تبقى 15 يوم براجع الماده تاني وابدا اضيف بقى شوائم، بكمل اللي انا ما حليتوش في بنك الاسئله وابدا احل شوائم زي الفل. بعد كده انت هتزهق من بنك الاسئله، انت الاهم لازم تحل شوائم. يعني اقول لك حل الشوائم من دلوقتي، حل التجريبي ده انت لازم هتحل الشوائم مره دلوقتي ومره ليله الامتحان، والتجريبي مره دلوقتي ومره ليله الامتحان. لازم هتراجع المنهج ده على الاقل لغايه ما تخش 3 مرات. مش الناس هتقول لك 3 مرات ده كتير، مش كتير. لا انت لو مذاكر كويس اول مره خلاص، اول مره هي الصعبه، تاني مره ثالث مره بقول لك تبقى حافظ مكان التعليل ده فين. فان شاء الله خير يعني. ونركز يا شباب على الدروس اللي في الاخر. ده كده احنا خلصنا الفقه. طب بالنسبه للميراث، انت الميراث اقف كده لحد اصحاب الفروض تكون حافظه زي اسمك صم. المواضع اللي هي الحالات اللي متى ترس النص الثمن الربع الكلام ده كله تعريفاتها كويس جدا. اللي هي الاسئله المقال اللي كانت في المقدمه بتاعه الميراث تتحفظ كويس. مسائل اللي هي الكلام اكمل اللي بيبقى بين السطور يتحفظ كويس. عندك بقى الرد والعول والوصيه الوجبه ده كله يعني بص انا اوصيك بكتاب المعهد واحفظ الاسئله اللي في كتاب المعهد. الامثله سواء كان الامثله او سواء كان التعريفات والدلائل. وبس يعني كتاب المرشد كان لامم الاكمل والمسائل ما شاء الله في الاخر في البوكلت. فاي كتاب هتلاقي الدنيا دي برضو مظبوطه فيه معاك. فخير ان شاء الله واستعين بالله على ربنا يوفقكم يا شباب. شد حيلكم عشان الامتحانات مش هتيجي سهل. شد حيلكم عشان الامتحانات مش هتيجي سهل. مش بنخوفكم مش بنخوفكم بس لازم نقول لكم اللي بيحصل عشان تكون متوقع. انت بتتكلم ان انت لو دفعه 65,000 واحد، انا عايز منهم 5,000 واحد اوزعهم على طب وصيدله واسنان وهندسه على الجمهوريه كلها. انت عارف احنا كام واحد في طب القاهره؟ احنا 750 واحد مستجد. عارف ايه 750 دفعتها كانت 60,000 تقريبا. طب اسيوط كان 250، طب دمياط 250. انت بتتكلم في ان انا خدت من 60,000 ولاد وبنات 1200 واحد 2000 واحد بس وكفى الله من شر القتال على كده. فلازم اجتهاد كويس جدا وربنا يعينكم يا رب وتفرحوا عليكم يا رب. شكرا لكم. الله خير جميل.